اتركوني. لقد أفسدت جمال بيئتنا. اتركوني. لا. أنقذوا البيئة هو عنوان الأداء الرقي الذي نال الجائزة الأولى وطنيا كأحسن أداء جماعي في قسنطينة عاصمة الثقافة العربية. الجائزة تعود لفرقة أصدقاء الطفل بجمعية نشاطات الشباب بمدينة عين بسام. هذه الجمعية التي يزيد عمرها عن 37 سنة والتي جعلت من خشبتها منبرا لصقل المواهب. بروفال وأداء وتنسيق كلها عوامل تشد انتباهك وأنت تتابع تلك المراحل التدريبية للفرقة بالرغم من الإمكانات المتاحة والتي تبقى غير كافية في ظل ما يتطلبه الأداء الرقي في المشاركات الوطنية. دور الثعلب في مسرحية أنقذوا البيئة، عندنا ألقاب وطنية نحصدوها، سفارة ولاية البويرة كامل. من العدم صنعنا كل شيء، مالغري خصونا شوية إمكانيات. تحضيرات ماراثونية وتدريبات مكثفة تمهيدا لمشروع مسرحية حديقة المحبة. هذا المشروع الطموح الذي يهدف إلى نشر ثقافة السلم والمحبة والموجود حاليا على مستوى وزارة الثقافة قصد إخراجه مطلع العام 2016. نالت عدة جوائز وطنية في مختلف نشاطاتها، يعني كالمسرح كالشعر كالموسيقى. لدينا مشروع طموح، إن شاء الله نتمنى من معالي وزير الثقافة أنه يأخذ بعين الاعتبار، يحث على المحبة، عن التآخي، يغرس المحبة في نفوس الطفولة. راح نجسدوه سنة 2016. كذلك بالمناسبة لا ننسى السيد مدير دار الشباب اللي رانا متواجدين عنده، يكون إن شاء الله نجاح كبير للجمعية ولكل مدينة عين بسام ولاية البويرة، لأننا سفراء ولاية البويرة خاصة في المسرح. سفراء المسرح البويري يعتلون منصة التتويج الثقافي لتشريف البويرة ب5 ألقاب وطنية كان آخرها بعاصمة الثقافة العربية قسنطينة. ونختم نشرتنا هاته